النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الخطبة بأنواع من التهيئة، منها أنه نزل في هذا المكان المناسب للاجتماع، منها أنه نادى لهذه الخطبة بنداء الفزع: الصلاة جامعة. هذا النداء في مثل خسوف، نداء فزع، نداء الدلالة اللي فيه. هذا النداء مثل صفارة الإنذار. تعالوا لأمر مهم. هذا النداء مثل ما قلت مثل صفارة الإنذار تدعو لأمر مهم. الصلاة جامعة، احضروا لأمر مهم. فاجتمع الصحابة. أتخيل مشهدهم وهم يثورون من تحت أشجار السمر التي كانوا يتجهون إلى هذا النداء. وجعل النبي هذا النداء بعد صلاة، يعني في وقت صلاة الظهر، بحيث أنه صلى بالناس الظهر ثم خطب. طبعا اختيار هذا الوقت اللي هو بعد صلاة الظهر بالنسبة للمسافرين هذا وقت اليقظة، لأنهم يقيلون قبل الظهر. صحيح. فهو وقت الاستيقاظ بقوة، يعني الإنسان قد استجم واستراح وتهيأ، ليس مجهودا ولا متعبا، مهيأ. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقف فخطب الناس، واستعمل أساليب محفزة تفرغ الذهن من الشواغل حتى يلقي القضية التي يريد إلقائها، يفرغ الذهن، مثل ما خطب في منى، فقال للناس: أيها الناس، أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ الأسئلة المتوالية تعطي أهمية، تفرغ الذهن بحيث يتشوف لما بعدها. فقال: أيها الناس، ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ أخذ بيد علي فأقامه. فلما أقامه قال: ألا فإن الله مولاي، وأنا مولى كل مؤمن، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه.